شطاري يا شطاري يا شطاري يا شطاري. ما هي الأسباب التي تدفع بالشباب الموريتاني للهجرة في اتجاه الدول الإفريقية جنوبا؟ خط الهجرة المعكوس من موريتانيا في اتجاه الجنوب هو موضوع هذه الحلقة من برنامج المغاربي، والتي أصحبكم فيها أنا علاء الدين زعتور من العاصمة الموريتانية نواكشوط. أهلا وسهلا بكم. البعض يأتي إلى أنغولا عن طريق الهجرة السرية، البعض يأتي عن طريق قوارب الموت. لأن كل السياسات إنما هي سياسات فاشلة انتقائية. هذه العوامل اجتمعت وأدت إلى الهجرة خصوصا إلى إفريقيا. أهلا من جديد. يمثل الشباب حوالي 70% من العدد الإجمالي لسكان موريتانيا، ويبلغ عدد المهاجرين في هذا البلد نحو 320 ألف مهاجر، من بينهم 100 ألف مهاجر في دول القارة الإفريقية. تمثل نسبة البطالة المرتفعة والتي بلغت حوالي 30% أحد أبرز الدوافع التي تدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة نحو الدول الإفريقية والبحث عن فرص عمل هناك، خاصة في مجالي الخدمات والتجارة. تعد أنغولا وساحل العاج وغينيا بيساو إلى جانب السنغال ومالي أحد أبرز الوجهات الإفريقية للشباب الموريتاني، ومؤخرا باتت الموزمبيق أيضا واحدة من أبرز هذه الوجهات. ضاقت بهم السبل في التوجه جنوبا. شباب موريتانيون دفعتهم البطالة إلى البحث عن مستقبلهم في أرض أخرى غير بلاد شنقيط. كثيرة هي الدوافع التي تحرض شباب موريتانيا على الهجرة إلى دول الجنوب، أبرزها قرب المسافة والعلاقات القبلية وعامل اللغة، وتوفر فرص التجارة وسهولة الاندماج في هذه المجتمعات الإفريقية. لا توجد أرقام رسمية بشأن هجرة الشباب الموريتاني إلى إفريقيا، لكن بحوثا ودراسات خاصة بالظاهرة تؤكد أنها حديثة، واقترنت مع الطفرة النفطية التي شهدتها دول كأنغولا وتطور البنية التحتية والاستقرار السياسي الذي شهدته بعض دول الجنوب. تتصدر أنغولا وغامبيا وجزر موريس وغينيا بيساو والغابون وساحل العاج وبوركينا فاسو والكونغو وسيراليون قائمة الدول الإفريقية التي تستقبل الشباب الموريتاني، والذي ينشط أغلبهم في تجارة المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية. يستفيد الاقتصاد الموريتاني من تحويلات المغتربين تقدر في مجموعها ب100 مليون دولار، أسهمت في تحسين ظروف معيشة عائلاتهم في موريتانيا. أهلا وسهلا بكما. ناجي سؤالي الأول، يعني ما هي الأسباب التي دفعتك للهجرة والسفر إلى أنغولا؟ تطوير الواقع الاقتصادي هو الدافع الأول نحو الهجرة إلى أنغولا. هذا الدافع قد يكون دافع الكثيرين لأي هجرة كانت، وهو دافعي على كل حال للهجرة إلى أنغولا. أنت اشتغلت في التجارة؟ اشتغلت في التجارة. فبحثك كان على فرصة أكثر أفضل، يعني أفضل لممارسة التجارة. لا لم يكن عملي هنالك في موريتانيا عندما هاجرت هو العمل في التجارة. عملي كان في المجال الإعلامي، وقد تكون مفاجأة حدثتك بها في الوقت الحالي. انتقلت من الإعلام إلى التجارة. نعم، كنت صحفيا وانتقلت إلى ممارسة العمل التجاري في أنغولا. ماذا عنك يحيى؟ نفس السبب دفعك للهجرة إلى أنغولا؟ طبعا أسباب اقتصادية بحت. منذ متى سافرت؟ أنا سافرت من منتصف 2006 وحتى 2011 حتى 2014. والآن عدت بشكل نهائي؟ الآن عدت بشكل نهائي صح. لأنه أصبحت إما كان السبب اقتصادي. الآن في أنغولا الظروف الاقتصادية غير، يعيشوا ظروف استثنائية، في أزمة هناك. حقيقة قررت أن أعود إلى الوطن حتى أعرف إلى أين أتجه. أعتقد أنه في الوطن بالنسبة للمهاجرين الذين عاشوا تعودوا على العمل في الخارج، الأعمال التجارية وغيرها من رواتب تمكن
الواحد منهم أن يعيش في ظروف اقتصادية أحسن بكثير من الظروف اللي ممكن يعيش فيها هنا. كان هذا السبب يخلي المواطن الموريتاني أو يعني المهاجر، سمي أي مهاجر، لما يعود للوطن وتكون فيه ظروف غير الظروف اللي كان يعيش من الناحية الاقتصادية، أكيد يفكر في وجهة خارجية جديدة. الآن لم تندم على قرار العودة إلى موريتانيا؟ لا أبدا، لم. جميل. ما هي بشكل عام يعني ما هي الدول الأفريقية التي يهاجر إليها الموريتانيون بحثا عن فرص أفضل؟ أنا من مواليد الثمانينات. في أول سفر لي كان في بداية 2000، نهاية 99 شهر 11 من 99 كانت أول هجرة لي. هجرة كانت من شهور قليلة ومن سنة وشيء إلى ساحل العاج. طبعا كانت في الوجهة المفضلة تختلف من زمان لزمان. في مرحلة من المراحل كانت الوجهة المفضلة لدى الموريتانيين الكونغو برازافيل مثلا في الوسط الإفريقي، ومن هناك ظهرت دولة الغابون، وأخيرا ما بعد 2000 وانتهاء الحرب الأنغولية، الحرب الأهلية الأنغولية، بدأت أنغولا هي الوجهة الجديدة، حتى أصبح البعض يسميها جنة الله على أرضه. دولة نفطية ولديها إمكانيات دولة نفطية ولديها مكانات اقتصادية جيدة. كان الواحد منا لما يهاجر من وطنه مثلا وهو يعني لأسباب اقتصادية طبعا كما سلف وقلت، يهاجر مثلا عن راتب أقل من $400 مثلا، لما يصل لأنغولا تكون بداية تجربته في أنغولا يصل مرتبه إلى $1500 فصاعدا. كبير طبعا. أعود إليك ناجي. نعم أخي الكريم. يعني إلى جانب الأسباب الاقتصادية هل توجد أسباب أخرى تدفع الشباب الموريتاني إلى الهجرة، أم أنه فقط بحث عن تحسين الأوضاع لا أكثر؟ يعني الفرص منعدمة تكون هنا في موريتانيا فيبحثون عن فرص أخرى. لا، في اعتقادي أن موريتانيا مرت بها أزمنة متعددة دفعت بالبعض إلى الهجرة. العامل الاقتصادي لا شك هو صاحب الحيز الأكبر، ولكن الجانب السياسي قد يقتضي هنالك وجود نظام ديكتاتوري. البعض يتخوف من السجن، يتخوف من أشياء أخرى، يبحث عن العيش في مكان آخر، وليست قطعا أفريقيا من الأماكن التي عادة طريق الهجرة إلى في تلك الحقب وتلك الأزمنة. لكن العامل الاقتصادي هو العامل قد يكون الأوحد والأساسي للشباب الموريتاني المهاجر. جيد. تحسين الظرف الطريق إلى يعني هذه الدول الأفريقية ومنها أنغولا التي عشت فيها التجربة لسنوات، هل يعني طريق الهجرة فيه تسهيلات أم فيه عدة صعوبات؟ لا، الطريق إلى أنغولا هي طريقة صعبة جدا. طريق الوصول صعبة، لا تمر إلا عن أتكلم عن الكثير ولا أتكلم عن القليل. البعض يأتي إلى أنغولا عن طريق الهجرة السرية، البعض يأتي عن طريق قوارب الموت وهي كثيرة في أنغولا، وللأسف الإعلام الغربي والإعلام العربي لا يتطرق إلى هذا. كثيرا ما هنالك قتلى وهنالك مفقودون، والحمد لله ليس الموريتانيين هم الأكثرية، هنالك من جنسيات إفريقية أخرى ومن جنسيات قد تكون للأسف بعضها عربي حسب ما تحصلت عليه من معلومات أخيرا، بعض الجنسيات الليبية حسب ما سمعت أنهم هنالك لقوا مصيرهم في البحر. الهجرة عن طريق أضلال إفريقيا وهي أيضا مميتة، كما أن البحر مميت وزوارق الموت مميتة، فطريق الأضلال هي أيضا مميتة، وطريق الألوام مناطق الحروب. تعلم أخي الكريم أن أنغولا دولة خارجة للحرب من توها، ولا زالت فيها مناطق كثيرة الألوام، كثيرة الحركات الثورية شيئا ما، لأن هنالك بعض مخلفات تلك الجماعات، أي جماعات تقوم بالوصاصة، تقوم بأعمال لكل من خرج من تلك الحوزة الترابية التي لديها، وهي حوزة ليست محكومة مثلا بالحدود بين أنغولا وجمهورية الكونغو برازافيل. هنالك منطقة في إقليم كابيندا لا زال يوجد فيها متمردون. هل يعني غالبية الموريتانيين المتواجدين في أنغولا وضعهم القانوني سليم، أم أنه يواجهون صعوبات على مستوى تسوية أو الوضعية القانونية؟ أغلبية الموريتانيين الموجودون في أنغولا، وذلك هو السبب الأساسي في عدم تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي على كل حال نستبشر خيرا بها،
وهي خطوة قد تكون عند البعض متأخرة وقد تكون عندي على كل حال متقدمة، لأن الظرفية التي تعيشها أنغولا وتعيشها الجالية الموريتانية في أنغولا في الوقت الحالي في اعتقادي لا تتطلب وجود سفارة في الوقت الحالي. هنالك موريتانيون يعيشون لديهم أوراق بعيدة عن الطرق القانونية، هي الأغلبية، كما هو حال الكثير. الجالية الموريتانية هي الجالية الأولى عربيا، ولكنها من الجاليات المتأخرة في العدد من الدول غرب أفريقيا. هنالك الماليون وهنالك الغامبيون والسنغاليون بكميات كثيرة، هنالك الصينيون بالملايين يزيدون على المليون، هنالك الفيتناميين يزيدون على 100,000، هنالك الماليين تتواجد منهم أكثر من 100,000، والسنغاليين أعتقد تقدر ب50، والغامبيين أعتقد تقدر بال40، وغيرهم من الإيفواريين والنيجيريين. الموريتانيين يقدرون ببضعة آلاف، أغلبيتهم وضعيته ليست قانونية لأنهم يحملون أوراق لجوء. وموريتانيا حقيقة لا يستحق أحد من أهلها اليوم في ظل النظام الحالي، نظام الرئيس محمد بن عبد العزيز، لجوءا سياسيا. أعود إليك يحيى، من خلال تجربتك في أنغولا، ما هي طبيعة الصعوبات التي يواجهها الموريتانيون هناك، خاصة غالبيتكم ينشطون في مجال التجارة، صحيح؟ طبعا في الصعوبات في أنغولا كثيرة. المواطن الموريتاني لما يهاجر من وطنه إلى أنغولا، من بداية البحث عن الهجرة إلى أنغولا هناك تبدأ الصعوبات. الصعوبات المادية. من أجل أن تحصل على تأشيرة لأنغولا لازم تتكلف مقابل $4,000 تقريبا. التأشيرة لوحدها. تأشيرة كمان مؤقتة، ليست بتأشيرة عمل ولا بتأشيرة إقامة، تأشيرة من شهر أو شهرين. لما تصل إلى أنغولا من هناك تبدأ صعوبات جديدة أخرى، صعوبات الحصول على أوراق تمكنك من العمل على الأراضي الأنغولية. ولما تبدأ العمل أيضا تبدأ من هناك صعوبات أخرى. طبعا المجتمع الموريتاني فيه أشياء كثيرة تخفف الضغط على المهاجر الموريتاني أكثر من غيره، مثلا لأن التكافل الاجتماعي عند الموريتانيين غير هو عن دول أخرى. مثلا أنت تسافر من هنا وتقيم عند بعض الإخوة إلى حد أن تجد فرصة عمل، غير عن الجاليات الأخرى التي تسافر على حسابها، تقيم هناك في الفندق مثلا. نحن الحمد لله لما يصل الواحد منا إلى مطار لواندا سيكون في استقباله أخا وسيذهب به إلى منزله. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك وشكرا لقناة. أهلا بكم من جديد. إلى جانب ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب في موريتانيا وخاصة حملة الشهائد العليا، هل توجد أسباب أخرى تدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة والمغامرة في اتجاه دول إفريقيا؟ هذا ما سنحاول بحثه خلال مقابلتنا مع أحد خبراء علم الاجتماع في العاصمة نواكشوط. هل يمكن أن نتحدث عن ظاهرة وموجة جديدة للهجرة من موريتانيا في اتجاه الجنوب؟ لا يمكن الحديث عن أنها هجرة جديدة بمعنى جديدة بشكل كامل اتجاه الجنوب، لأن موريتانيا التواصل الثقافي والتجاري بينها ودول الجنوب كان منذ البداية، خاصة أنها تمثل الدول المرابطية التي تأسست في موريتانيا، وكانت ارتداداتها وإشعاعها نحو الجنوب انطلاقا من الشمال، فهي كانت تشكل جسرا بين إفريقيا العربية الدول المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء الدول الإفريقية. وهذه الهجرة إن تحدثنا عن أسبابها أو أسبابها الموضوعية نجد أنها يمكن أن نشير إلى أنها ليست هجرة على الأقل في اتجاه الجنوب فقط، وإنما هناك هجرة في الشمال وهجرة اتجاه الجنوب. موريتانيا ليست دولا من دول مصب الهجرة، وإنما هي من دول العبور، لأن إفريقيا ما جنوب الصحراء يعبرون عبر موريتانيا نحو الغرب، ونظرا لصعوبات الهجرة الغربي تعقيداته، ولأن أوروبا تريد أن يكون هناك حاجزا فاصلا بينها وبين هذه الأفواه الجاية عن المهاجرين من الجنوب. هل يمكن أن نقول أن الحواجز التي تضعها الدول الغربية شمالا جعلت المهاجرين الشباب الموريتانيين يلجؤون نحو الجنوب؟ ليس بالكامل، وإنما ساهم ذلك في هجرة الجنوب، لكن الكثافة السكانية الموريتانية أصلا
توجد في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية، وهذه المناطق محاذية للدول الإفريقية، والدخول إليها يسمح ببطاقات تعريف دون اللجوء إلى جواز السفر الذي ينجز أساسا في العاصمة نواكشوط. فبدل أن يذهب إلى نواكشوط لترتيب هجرته إلى مكان آخر، يجد هجرته إلى الجنوبي فيها فرص للاستثمار، وهنا فرص أيضا تجعله يتجاوز الحواجز التقليدية التي تجعله لا يقوم بأعمال يدوية أو خدمية داخل وطنه، فيذهب للعمل في ذلك في الدول الإفريقية. خاصة الاتفاقيات الموريتانية مع غرب إفريقيا تسمح بدخول الأفارقة إلى موريتانيا عن طريق بطاقة تعريف، ودخول موريتانيا إلى إفريقيا عن طريق بطاقة تعريف، علما أن المكون الموريتاني فيه بعض المكونات الإفريقية ما يسمح بشيء من التواصل أو جنس التواصل بين موريتانيا وبين دول الجنوب. ما هي طبيعة الأنشطة التي يقوم بها الشباب المهاجرين نحو الدول الجنوبية؟ غالبا أنشطة تجارية استثمارية وتجارية من خلال إنشاء شركات أو مصانع أو موردين عبر هذه الدول الإفريقية مثل أنغولا ومثل كوت ديفوار، أو مخابز قطاعات خدمية أخرى كالمخابز وغيرها، وأساسا أكثر 90% منهم تجارة وخدمات. هل عادة الشباب الموريتاني يسافر ويهاجر إلى الدول الإفريقية التي وضعها الاقتصادي أفضل من موريتانيا، أم أنه يهاجر أيضا حتى إلى الدول الإفريقية التي وضعها مشابه لموريتانيا اقتصاديا؟ غالبا الهجرة تكون إلى دول أحسن أو دول بكر استكشف الموريتاني، كأنغولا أساسا دولة نفطية معروفة، وكوت ديفوار كانت أيضا دولة غنية. كذلك فإن التعاطي أو القرب من اللغة والتعارف مع اللغة باعتبارها لغة فرانكفونية، لغة فرانكفونية أو برتغالية اللي يتعلمونها أساسا في أنغولا. أليس من الأجدر أن يبقى هؤلاء الشباب في وطنهم، يستثمرون في وطنهم ويقومون بتنمية وطنهم؟ هل هناك خطط حكومية أو رسمية يعني ليس لمنع هؤلاء الشباب من السفر نحو الدول الجنوبية، ولكن لإغرائهم بالبقاء في موريتانيا نفسها؟ أعتقد أن هناك خطط واستراتيجيات تعمل عليها الدولة منذ فترة من الزمن، ولكن هل هذه السياسات ناجعة وفعالة إلى حد الآن؟ لاحظت بعض مؤشرات منها دولي على أن العالم لم يعد مستتبا آمنا كما كان، وثم إن بدأت هناك ثقافة كره الأجانب وكره الترحال وكره نوع من العنصرية في كثير من الدول، يدفع كل الشباب إلى عودة إلى أوطانهم الاستثمار بها، أو على الأقل أن يكون الإياب أحسن من المغادرة. بالفعل هناك بعض الحالات عادت إلى موريتانيا. هل هؤلاء يشكلون أو بصدد خلق أو صناعة دورة تنموية واقتصادية جديدة وسط موريتانيا؟ أرى من خلال ملاحظاتي كسوسيولوجي أو كأستاذ الاجتماع، من خلال استبيان قام به الطلاب حول على الشباب والشغل، أن هناك من الشباب الموريتانيين المستثمر في قطاعات خدمية كالسياحة وكالخدمات العامة عائدين من إفريقيا وعائدون من أمريكا والخليج. هذا ما يؤشر على أن هناك موجة نزوح معاكسة للخروج إلى الدخول في موريتانيا، ثم إن تجفيف منابع الهجرة إلى الغرب وعدم استتباب الامن الدول الجنوب الافريقيه، كل ذلك يدفع هؤلاء الشباب الى عوده الى اوطانهم والاستثمار بها، خاصه ان المؤشرات الاقتصاديه قد تكون مؤشر ايجابي لديهم، والعوده الى الوطن قد تكون ايضا غايه وحلم للاهالي الذين عاشوا فتره من انتظار عوده اولادهم. شكرا جزيلا. تقول السلطات الموريتانيه انها تضع قضايا الشباب ضمن سلم أولوياتها، والدليل على ذلك الاستراتيجية الخاصة بالشباب بين 2015 و2020. لكن هذه الخطط الحكومية وهذا الخطاب الرسمي الموريتاني يواجه بانتقادات من المعارضة الموريتانية. أقول في البداية أن الشباب الموريتاني يمثل 70% من الشعب الموريتاني، وأقول أن الدوافع هي بسبب فشل السياسات الحكومية لتشغيل الشباب، لأن كل السياسات إنما هي سياسات فاشلة انتقائية تجعل الشباب يضطر أن يرمي بنفسه، عكس ربما تجاه كثير من الشباب في العالم يرمي نفسه حتى إلى دول الجنوب. فعلا قضية الشباب قضية شائكة، إشكالية مطروحة لدى السلطات من بين الأولويات، يعني يتمثل ذاك فاش يتمثل في هذه البرامج اللي تستهدف خاصة الشباب من خلال محاربة البطالة، ومن خلال إعطاء فرصة للشباب تفجير طاقاته
سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا في رسم مستقبل بلده. إذا السلطات العمومية واعية هذه الإشكالية، والدليل على ذلك هي الخطط اللي قائمة عليها واللي تمثلت في جانب البطالة، هي نقص نسبة البطالة من 2008 التي كانت تمثل 30.1% إلى نسبة 10.1% حسب مكتب الشغل الدولي. أنا أدعو إلى وضع استراتيجية تشغيل كل الشباب الموريتاني، لأنه بإمكانه يشغل. احنا عندنا ثروات كثيرة، بإمكان الشباب أن يكون موظف، يعني أن يشغل كله، وأن توفر له مشاريع تنموية لو يعني التزمت الحكومة بذلك ولو فكرت فيه. لكنها يعني هذه الاستراتيجية هي وضعتها بعض الدول ونجحت، وإذن عليها أن تقوم باستراتيجية لتوظيف هؤلاء الشباب ولي يعني محافظة عليهم على أرواحهم، لأن كل يوم نسمع أن في شاب إما ميت وإما مسجون وإما يعني ضحية لعصابات التهريب. نحن كنواب نحث عليه هو على تشخيصا عن لا مناص من التعامل مع هذه المسألة، لأن نسبة 70% من المجتمع لازم يخطط على أساس برامج اقتصادية، برامج اجتماعية، برامج سياسية. إذن نحث على أن الشباب يولج، تتاح له فرصة على أن يولج جميع هذه الميادين، يعني بما فيه الكفاية، انطلاقا من كفاءته، انطلاقا من مؤهلاته. وهنا أشيد بأن السلطات العمومية يعني إضافة إلى اهتمامها بهذه الأضمقة اللي هاجرت إلى الخارج، لأن فتحت مجال لرجوع هذه الأدمغة مع التمييز الإيجابي. أباي ولد الطلبة، أنت كنت عضو في اللجنة التحضيرية لإعداد المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا. هل هذا المجلس دليل على وعي السلطات الموريتانية بقضايا الشباب، أم أنه مجرد استفاقة متأخرة؟ لا، أعتقد أن المجلس بادرة طيبة، وبكل تأكيد هو دليل على نية حسنة لتطوير الشباب. ليس هو الإجراء الأول فيما يخص الشباب. هناك وزارة كانت معنية بالشباب، هناك بعض الأنشطة التي تقوم بها الحكومة لتطوير واقع الشباب على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد التعليمي وعلى كل الأصعدة. لكن المجلس أيضا يأتي كحاجة للرفع من التمثيل الشبابي في الإطار العام الحكومي. مثلا هو يأخذ صفة رسمية ويأخذ اهتمام حكومي ويأخذ اهتمام من رئاسة الجمهورية تحديدا، وبالتالي يعطي قيمة كبيرة جدا. ومن المتوقع أنه إذا باشر العمل خلال 3 سنوات هي مأمورية المكتب الأول، لا شك أنه سيضيف لبنة حقيقية في العمل المتعلق بالشباب خصوصا على الصعيد التنموي. الشباب الموريتاني يهاجر من موريتانيا في اتجاه الدول الإفريقية نظرا لوجود حاجة معينة، لأنه في الأساس لم يجد فرص عمل ربما أو متنوعة كما يجدها في تلك الدول. هل المجلس الأعلى للشباب لديه خطة لمعالجة هكذا قضايا تهم الشباب؟ طبعا الهجرة من أكبر المشاكل المطروحة، وهي بطبيعة الحال من الأمور والمطروحة على أجندة المجلس أن يعالجها بمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة. هذه الهجرة لم تأتي من فراغ، هي نتيجة لظروف تعليمية، ظروف ثقافية، ظروف اقتصادية ألحت على الشباب، وتحولات اجتماعية كبيرة شهدها المجتمع الموريتاني في فترة معينة. بالتالي ألحت هذه المعطيات كلها في جانب التعليم، في جانب الوعي، في جانب أيضا الاقتصادي والاجتماعي. هذه العوامل اجتمعت وأدت إلى الهجرة، خصوصا إلى إفريقيا، خصوصا المناطق التي فيها شباب لم يجدوا فرصة للتعليم ولم يجدوا فرصة أيضا للولوج إلى العمل بشكل سريع. أنت شاب والمجلس الأعلى للشباب متكون من الشباب، فيما يتمثل الحل
إبقاء الشباب الموريتاني في موريتانيا كي تستفيد منه موريتانيا يعني. الحل الوحيد لهذا هو تطوير المناهج التعليمية والتركيز على التعليم بوصفه الضامن الأساسي لصناعة إنسان قادر على الوجه إلى ميادين الحياة المختلفة. هذه نقطة. النقطة الثانية زيادة الوعي لدى الشباب والوعي الثقافي والاهتمام أيضا بالتنمية الاجتماعية كضامن لإبقاء الشباب وفق برامج اجتماعية لتطور من أدائهم وتطور أيضا من فرص ولوجهم إلى العمل. أيضا العمل بكل جدية وبكل المناحي من أجل القضاء على البطالة والتخفيف منها إلى حد كبير، وهذا الحقيقة يحتاج إلى سياسات حكومية. هل هذه السياسات موجودة؟ هذه السياسات موجودة وإن كانت ضعيفة في أغلب الحالات. لا المناطق النائية مثلا، مناطق البلاد البعيدة، السياسات أيضا تتغير بتغير الحكومات اللي يحدث كثيرا، تبدأ استراتيجية والسياسة لكنها ما تلبث أن تأتي حكومة جديدة وتنطلق من نقطة الصفر. كل هذه الأمور أدت إلى ضعف السياسات وعدم تأثيرها بشكل فعال على الشباب. شكرا جزيلا لك كاتب الساحر. إلى هنا نصل مشاهدينا الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من المغاربي، إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم. لكم مني أنا علاء الدين زعتور أطيب المنى، إلى اللقاء.